النهارده هلخص لكم فيلم جديد اسمه تروي اللي من اصدار سنه 2004. لكن قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جايه. فيلمنا بيبدأ بمعركة بين جيش اليونان وجيش طروادة. بيقول ملك اليونان: خلينا ننهي الحرب بالطريقة القديمة واجيب افضل مقاتل من عندي وانت تجيب افضل مقاتل من عندك، واللي يفوز يسيب الارض ويمشي. بالفعل بيجيب ملك اليونان افضل مقاتليه اللي بيكون طول وعرض وحاجة تخوف، وبيستدعي ملك طروادة اخيل اللي بيكون افضل المقاتلين، وبكل سهوله ومن غير تعب بينط اخيل على المقاتل الضخم وبيضربه بالسيف في رقبته، وبكل شجاعه بيقول لجيش العدو: ها مين تاني يحب يبارزني؟ ساعتها بيروح ملك طروادة الاخيل وبيقول: حسب الاتفاق خد الصولجان واديه للملك بتاعك. لكن اخيل بيقول له: ده مش ملكي، وبيسيبه وبيمشي. بعد كام يوم في سبارتا بيجتمع امراء طروادة واليونان احتفالا بالتحالف اللي حصل بينهم، وبيقول ملك اليونان للامير هيكتور وباريس امراء طروادة انهم يشربوا معاه كاس احتفالا بالسلام. بتسيب زوجة امير اليونان واللي بيكون اسمها هيلين الحفلة وبتطلع على اوضتها، وساعتها بيطلع باريس وراها. ولما بيشوفوا هيكتور نازل من فوق بيقوله: لو عملت اي شيء يعرض طروادة للخطر انا هقتلك، وبيطلب منه يروح ينام علشان هيرجعوا بكرة. تاني يوم الصبح بيروح باريس وبيقول لهيكتور: انت اخويا الكبير، هل هتحميني من اي عدو؟ بيستغرب هيكتور من كلام باريس وبيقول له: انت ما قلتش ليه الكلام ده الا لما سرقت حصان والدنا وانت عندك 10 سنين. وبياخدوا باريس للمركب من تحت وبيوريه ان مرات ملك اليونان هربت معاه علشان بيحبوا بعض. في نفس الوقت الملك بيكتشف ان مراته مش موجودة وبيهدد الخادمة تقوله الحقيقة، وبيجي واحد من الحراس وبيقول للملك: الملكة هربت مع الطرواديين وفي صياد شافها بتركب المركب معاهم. وساعتها بيأمرهم الملك انهم يحضروا السفينة حالا. اما هيكتور فبيأمر الجنود انهم يرجعوا لإسبارتا، وبيتخانق مع باريس وبيقول له: احنا بقالنا سنين بنسعى للسلام وانت دمرت كل حاجة احنا عملناها، واكيد مش هنحرق طروادة علشان واحدة ست. وساعتها بيقول له باريس: انا هحارب لوحدي علشان حبي وما طلبتش منك تحارب معايا. لكن هيكتور بيقول له: انت طلبت خلاص، وبيأمر الجنود يبحروا على طروادة من تاني. اما امير اليونان فبيروح لملك طروادة اللي بيكون اخوه وبيقول له: انا عايز ارجع مراتي علشان اقتلها بايدي، وبيتفق مع اخوه انهم هيغزوا طروادة. وبالليل اجتمع الملك مع واحد من المستشارين وبيقول له خططه لغزو طروادة وانه لازم يضم اخيل للجيش قبل الغزو. والصبح بيكون اخيل بيدرب ابن عمه، فبيجي محارب من الجيش وبيطلب منه ينضم ليهم في غزو طروادة. فبيرد عليه اخيل وبيقول له: المشكلة مش بتاعتي، ده واحد ما قدرش يحافظ على مراته، انا مالي. فبيقول له المحارب: حارب علشان اليونان مش علشان الملك، بعدين مراتي هتطمن لما انت تحارب معانا. وبيقول له اخيل: خلاص سيبنا افكر. وقبل ما المحارب يمشي بيقول لهم: الحرب دي مش هتتنسي ابدا وهتفضل في ذاكرة التاريخ. فبيروح اخيل لوالدته علشان ياخد رايها هل يروح الحرب او لا. فقالت له والدته: لو انت فضلت هنا هتلاقي ست جميله وتتجوزها وتخلف منها البنات والولاد، بس بعد ما يموت ولادك وولادهم اسمك هيتنسي، انما لو رحت طروادة اسمك هيخلد في التاريخ، لكن كل انتصار هتقرب بيه من الموت ومش هشوفك تاني. بعد 3 ايام بيبحر الجيش اليوناني على طروادة وبيكون معاهم اخيل. اما طروادة بيحصل فيها احتفالات لرجوع الامراء سالمين وبيستقبلهم الملك بترحاب كبير. ولما بيشوف هيلين زوجة امير اليونان معاهم بيرحب بيها هي كمان وبياخدها معاه جوه القصر، وتخرج بنت عمهم بريسيس تستقبلهم وبتكون من جميلات طروادة. بعد حفلة الاستقبال بيجتمع هيكتور مع والده الملك وبيقول له: نرجع هيلين في سفينة لليونان علشان نحمي الجيش من دخول حرب سببها ان باريس عايز ياخد الست اللي بيحبها، احنا كده هندي لليونانيين فرصة انهم يغزونا. فبيطمنوا والده وبيقول له: ما تقلقش، الآلهة هتحمينا، غير ان طروادة محاوطة بسور عظيم وقوي. وتاني يوم الصبح بيقرب الجيش اليوناني لشواطئ طروادة وبياخد اخيل 50 محارب وبيقودهم لوحده لطروادة قبل وصول الجيش. وفي نفس الوقت اهل المدينة كلهم بيدخلوا على بيوتهم والجنود بتتجهز للحرب. واول ما سفينة اخيل بترسى بيتجهز الجنود وبيضربوهم بالسهام. ولما ملك اليونان بيشوف المنظر بيقول: هو اخيل عايز يموت؟ ازاي بيهجم ب50 محارب؟ لكن اخيل رغم عدد المحاربين القليل بيكون قادر يسيطر على الموقف، لدرجة ان المحاربين اللي لسه في السفن بيكونوا غيرانين منه وشايفين انه هياخد كل المجد لوحده. وبيقدر اخيل انه يهزم الجنود اللي قدام باب المدينة، وبيطلب من المحاربين ياخدوا كل الغنايم اللي تقابلهم. ولما بيدخل هيكتور المدينة بيلاقيها متدمرة، وفجأة بيظهر له أخيل وبيقول لهيكتور: أنا مش هقتلك هنا لأن مفيش حد هيشوفك وأنت بتموت، إنما هنتقابل في ساحة الحرب قريب.
وقتها بيستغرب المحاربين ان اخيل سمح لهكتور انه يمشي، فبيقول له اخيل لسه الوقت ما حنش علشان نقتل الامراء. وبيقف اخيل على سور القلعه والجيش فضل يهتف باسمه، وده اللي بيخلي ملك اليونان يتضايق جدا. وبينزل الجيش اليوناني على ارض طرواده وبياخدوا بريسيس بنت اخو الملك اسيره حرب. ولما بيشم اخيل ريحه شعرها بيعرف انها من العيله الملكيه، وبيطلب الملك مقابله اخيل وبيخرج كل الناس بره. وساعتها بيقول له انا عارف انك جيت هنا علشان تخلد اسمك، لكن عايزك تعرف ان الملوك عمرهم ما هيركعوا لاخيل ابدا. فبيرد عليه اخيل وبيقول له يمكن عشان الملوك بتفضل في السفن لحد ما الجنود تخلص المعركه. وساعتها بيأمر الملك الجنود انهم يجيبوا بريسيس، ولما بيشوفها اخيل بيقول للجنود لو ما سبتوهاش محدش فيكم هيشوف تراب بلده تاني. وقبل ما يحصل قتال بتقول لهم بريسيس في جنود كتير ماتوا النهارده وانا مش عايزه حد يموت تاني. أما داخل مدينة طرواده فبيتم حرق جثث الموتى، وبتسود أوقات من الحزن في كل المدينة. وبيجتمع الملك مع المستشارين وبيقول واحد فيهم المدينة بحالها بتتحرق علشان حماقة شاب. فبيقول لهم الملك أنا عايز أعرف دلوقتي هل ممكن نكسب الحرب ولا لأ؟ فبيرد عليه واحد من كبار المحاربين وبيقول له أسوار طرواده محدش قدر يخترقها قبل كده، غير إننا بنمتلك أفضل رماة في العالم كله، والأكتر من ده كله عندنا هكتور أقوى محاربين طرواده. وساعتها الكل بدأ يسقف ويقول أكيد هننتصر. فبيقوم باريس وبيقول لهم مفيش حرب هتحصل، انا بكره هقاتل امير اليونان، واللي هيفوز هياخد هيلين على بيته، والخسران هتتحرق جثته قبل غروب الشمس. وبالليل بيدي الملك ابنه سيف طرواده وبيقول له قاتل علشان حبك، لان ده افضل قتال ممكن تقاتله. اما هكتور فبتطلب منه زوجته انه ما يروحش يقاتل بكره مع اخوه، كفايه يدعمه. لكن هكتور بيكون مصمم وبيقول لها انا اكيد نفسي اعيش وربي ابني، لكن ده قدرنا. وفي نفس الوقت الجنود راحوا الاخيل وبيقولوا له ان الجيش بيزحف لمدينه طرواده، فبيقول لهم انه مش هيشارك في الحرب الا لما الملك يرجع قدامه ويطلب منه يرجع. والصبح بتحشد طرواده جيشها قدام القلعه، وبتقول هيلين للملك سامحني لان السبب في كل ده. وساعتها بيقول لها الملك انا ما اقدرش الومك على اي شيء، وكل شيء باراده الله، وكمان ازاي الومك وانت حبيتي ابني باريس. وبيوصل جيش اليونان وبيقف الجيشين قدام بعض، وبعدها بيروح باريس وهكتور وبيتكلموا مع ملك اليونان. فبيقول الامير لباريس ازاي تكون في ضيافتي وفي الاخر تسرق مراتي؟ فبيرد عليه باريس وبيقول المفروض انك تخجل لانها سابتك وجت معايا. وفي اللحظه دي بيدخل الملك وبيقول لهكتور انا عندي شرطين علشان ترحم جنودك من حرب خسرانه هيموتوا فيها، اولا ترجع هيلين لاخويا، وثانيا طرواده هتكون تحت حكمي تحارب معايا وقت ما احب. طبعا مش بيوافق هكتور وبيقول للملك طرواده عمرها ما هتكون تحت حكم اجنبي. وساعتها بيقول باريس ان في حل كويس، انا والامير نتقاتل واللي هيفوز ياخد هيلين لبيته وبكده تخلص الحرب. لكن الملك بيقول له حلك حلو لكن مش ده اللي انا عايزه. لكن الامير بيقنع الملك انه لازم يقتل باريس علشان يمحي عاره، وبعد كده هيأمر الجيش بالهجوم. وبالفعل بيوافق الملك على اقتراح باريس، وبيبدأ القتال بين باريس والامير اللي بيكون متغلب على باريس في اغلب الوقت لحد ما باريس بيقع في الارض. وقبل ما الامير بيضربه بالسيف بيجري باريس عند اخوه هكتور، وبيفضل الامير يقول لهيلين هو ده اللي سبتيني علشانه، وبيقول لباريس قوم قاتلني يا جبان. في نفس الوقت بيؤمر الملك الجنود انهم يجهزوا للمعركه، وقبل ما الامير يضرب باريس بالسيف بيطعنه هكتور في بطنه وبيقع ميت. وبيقوم الجيش هاجم على جيش طرواده، وبتقوم معركه شرسه بينهم هما الاثنين. وبفضل الرماة المهره اللي بيمتلكها جيش طرواده قدروا انهم يكسبوا المعركه، وبيتراجع جيش ملك اليونان. وبالليل بيقترح محارب على الملك انهم يرجعوا لبلدهم طالما خلاص اخوه مات، لكن الملك بيرفض وبيقول له مستحيل، لو انهزمت من طرواده بسهوله بكره هلاقي الحسيين بيغزوا اليونان. فبيقول المحارب للملك لازم نرجع اخيل للمعركه بسبب ان الجنود كلهم معنوياتهم ضعيفه وعاوزين يرجعوا للوطن حتى لو سباحه. فبيقول المستشار للملك رجع لأخيل البنت اللي أخدتها منه علشان نعرف نتكلم معاه. فبيرد عليه الملك وبيقول له خليه ياخدها من الجنود، أنا اديتها لهم النهارده. وبيفضل الجنود يحدفوا بريسس لبعض ويضحكوا لحد ما بيجي أخيل وبيضربهم وبياخد بريسس على الخيمة بتاعته، وبيقول لها أنت شجاعة كنت بتضربيهم من غير خوف. فبتقول له بريسس لازم ادافع عن نفسي. ولما بيحاول اخيل انه يمسح لها الدم اللي في وشها بتمنعه وبتمسح هي الدم لنفسها. وساعتها بتساله بريسس ليه اخترت الحياه دي؟ فبيقول لها اخيل انا ما اخترتش حاجه، انا اتولدت علشان ابقى كده.
والصبح بدأ رجالة أخيل إنهم يجهزوا السفن للرجوع، وبالليل هاجم جنود طروادة جنود ملك اليونان، وقامت المعركة التانية بينهم وكانت شرسة جدا، وبيقتل فيها هيكتور ابن عم أخيل لأنه كان فاكره أخيل بسبب إن ابن عمه كان ماسك سيف أخيل ولابس الخوذة بتاعته. ولما بيرجع الجيش بيروح القائد وبيقول له أخيل أنت عصيت أمري وقدت الجيش على الرغم إني قلت محدش فيكم هيحارب. وساعتها بيقول له القائد حصل خطأ، ابن عمك لبس الخوذة بتاعتك واخد سيفك وقاد الجيش على اساس ان انت، وقدر هيكتور انه يموته. وساعتها بيحاول اخيل انه يقتل القائد، ولما بتجري بريسس عليه بيمسكها من رقبتها وكان هيموتها، وعلى اخر لحظة رماها في الارض. وبالليل بياخد هيكتور مراته وبيعرفها مكان السرداب اللي تحت الارض، وبيقول لها لو حصل لي اي حاجة اهربوا كلكم من هنا، وبيحرق اخيل جثة ابن عمه. وساعتها بيقول الملك بسبب الولد ده احنا ضمننا الحرب خلاص، واخيل هيحارب معانا ضد طروادة. وتاني يوم الصبح بيجهز هيكتور لانه عارف ان اخيل هيجي وهيقتله، وفي نفس الوقت اخيل كان بيجهز وبياخد عربية حربية، وقبل ما يمشي بتيجي بريسس وبتترجاه انه ما يقتلش هيكتور، لكن اخيل بيسيبها وبيمشي وبيروح لقلعة طروادة وبيفضل ينادي على هيكتور من تحت. وساعتها هيكتور بيودع ابوه وزوجته وبينزل لاخيل وبيقول له خلينا نعقد اتفاق ان اللي يموت فينا التاني يضمن له مراسم دفن لائقة. فبيرد عليه اخيل وبيقول له مفيش اتفاق بين الاسود والبشر، وبيبدأ القتال وبيقاتل كل واحد فيهم بشجاعة لحد ما بيضرب اخيل هيكتور بالرمح وبعد كده بالسيف، وبعد كده بيربطه في عجل العربية وبيجر وراه. ولما بتشوفه بريسس بتفضل تعيط علشان عرفت انه قتل هيكتور. وبالليل بيروح ملك طروادة وبيبوس ايد اخيل، ساعتها بيقول له اخيل انت مين؟ ولما بيعرف انه ملك طروادة بيقول له ازاي جيت هنا؟ فبيرد عليه الملك وبيقول له لان انا اعرف مدينتي اكتر من الاف اليونانيين، وبيطلب منه يديله جثة ابنه لانه يستحق جنازة لائقة، خليني اغسل جسمه واصلي عليه ويدفن زي اي محارب شجاع. وبعد تفكير بيقرر اخيل انه يسلم جثة هيكتور لابوه، وبيقول له مفيش جندي يوناني هيهجم عليكم لمدة 12 يوم زي ما مراسم الدفن بتتعمل. وساعتها بتخرج بريسس من الخيمة وبتروح عند عمها وبتمشي معاه. ولما بيعرف الملك ان اخيل منح ملك طروادة 12 يوم من غير هجوم كان هيتجنن وقال ده الوقت المثالي علشان نملك طروادة. فبيرد عليه القائد وبيقول له حتى لو قامت الحرب من جديد مش هنقدر نقتحم اسوار المدينة. وبيعمل الملك جنازة تليق بابنه قائد الجيوش هيكتور. اما في المعسكر فبيشوف القائد واحد من الجنود بيعمل حصان من الخشب لابنه، ومن هنا بتجيله الفكرة اللي هتقلب موازين الحرب. وبيروح اخيل يعتذر لصديقه اللي ضربه بعد ما عرف ان ابن عمه مات. وبعد 12 يوم من المعاهدة بيخرج ملك طروادة وبيلاقي جنود ميتة في الارض وجنبهم حصان كبير معمول من الخشب. وساعتها بيقول احنا لازم نحرق الحصان ده، لكن الكهنة بيصروا على الملك انه ياخد الحصان للمدينة لانه هدية من الاله. وطبعا الملك بيسمع كلام الكهنة زي كل مرة وبيدخلوا الحصان لمدينة طروادة وبيحتفلوا بيه اهل المدينة لحد بالليل. واول ما سكان المدينة بيناموا بيطلع الجنود من الحصان وبيهجموا على المدينة وبيقتلوا الاطفال والشيوخ وبيغتصبوا النساء لدرجة انهم كانوا بياخدوا الرضع ويرموهم في النار، واتدمرت المدينة بالمعنى الحرفي. في نفس الوقت كان اخيل بيدور على بريسس علشان يحميها من الهجوم، وبيخرج باريس وهيلين وزوجة هيكتور من السرداب وبيرجع يدور على بريسس اللي بتهرب للمعبد وبتفضل تصلي. وفي نفس الوقت بيخلص الجنود اليونان على ملك طروادة وبيقبض ملك اليونان على بريسس اللي قدر اخيل يوصل لها اخيرا. لكن قبل ما يجي اخيل بتكون بريسس قتلت الملك بسكينة وبيمسكوها الجنود وبيجي اخيل يموتهم وينقذها. في نفس الوقت بيجي باريس وبيفتكر اخيل هياخد بريسس فبيضربه بالسهم في رجله، وقبل ما يموت بيطلب اخيل من بريسس انها تهرب مع باريس علشان تكون في امان، وبعدها بيموت. ولما بتوصل الجنود عنده مش بيكونوا مصدقين ان اخيل مات لانه كان زي الاله بالنسبة لهم. وفي اخر الفيلم بيتعمل لاخيل جنازة تشريفية، والباقي من اهل طروادة بيقدروا يهربوا بعيد عن جيش اليونان، وبتبقى طروادة عبارة عن رماد. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.